الحب واش يقدر يوصل الانسان ارتكاب جريمه؟ هذا هو السؤال ديالنا ديال اليوم. بغيتي تعرف، بغيتي تفهم، عطيني ودنيك وتبع معايا. العواطف القويه بحال الحب يقدر يوصلوا الانسان انه ياخذ قرارات غير متوقعه، واحيانا الاجرام كيكون هو النتيجه ديال هذا الحب المفرط او الغيره القاتله. طبعا الحب والعواطف القويه عموما عندهم تأثير كثير على اتخاذ القرارات، ويقدروا يخرجوا الإنسان من المنطق ومن السيطرة والعقلانية ديالو، ويدفعوه لشي مسائل غير متوقعة وأحيانا كتكون مدمرة. هنا هادشي كنشوفوه بزاف عاد في القصص ديال الحب المفرط أو الغيرة القاتلة، وكذلك اللي كنشوفوه بزاف عاد هما الخيانة. وهادشي مالوغوزمون كيوصل لارتكاب افعال جرميه. هنا غناخذوا الجانب النفسي ديال هذا المشكل هذا ونحاولوا نبسطوه باش كلشي يفهم. العواطف القويه بحال الحب والغيره كتاثر على الدماغ العاطفي اللي هو بالفرنسي كنسميوه لو سيستيم لامبيك. شنو هو هذا لو سيستيم لامبيك او الدماغ العاطفي؟ هذا الدماغ العاطفي المسؤوليه ديالو سهله، هما كل ما يتعلق بالافعال العاطفيه القويه. مني مثلا كتكون شي مساله فيها حب مفرط او لا غيره كثيره، هذا لو سيستيم لامبيك فاش كيعطي لو ميساج لو كور ديالنا ولا الدماغ ديالنا كيعطيه لو كورتكس سيريبرال. ولكن في هذا لو كورتكس سيريبرال كاين واحد لو كورتكس بري فرونتال اللي هو الفص الجبهي. هذا الفص الجبهي فاش كيحس بشي حب مفرط او لا غيره قويه كيتعطل، واوتوماتيكمون هذا لو كورتكس هذا اللي هو اللي كيعطينا المساله ديال اتخاذ القرارات المتوازنه والمتزنه عندنا في راسنا. يعني فاش الانسان كتجيه هذا الافراط في الحب او الافراط في الغيره، هناك واحد التعطل اللي كيطرا في هذا الفصل الجبهي، واحيانا كيخلي الانسان ردود الفعل ديالو يكون بلا تفكير مسبق، يكون عنيف ويدير شي مساله اللي واخا يكون هو ما باغيهاش او ما عمره ما دارها، يخليه يرتكب هذا الفعل هذا غير عن طريق هذه المساله هذه. ملي مثلا شي واحد كيجي وشي كيحب شي شخص، كيحب شي شخص بطريقه جنونيه، وكيكتشف بان هناك خيانه، المخ ديالو اوتوماتيكمون كيعطيه واحد الناقوس ديال الخطر، كيعطيه واحد الانذار ديال الخطر. علاش؟ بحال الا راه هو في حاله ديال التهديد حقيقي، والتصرف ديالو كيولي بحال الا البقاء ديالو كيولي مهدد. وهنا هذه الحاله كتعطي مبرر حقيقي لارتكاب هذه الافعال الجرميه، بحال الجرائم ديال الشغف، لو كريم باسيونيل. جرائم ديال الشغف يقدر الانسان يقتل شخص فقط حيت ما بقاش معاه، او لا يقتلو حيت هو ديالو وما بقاش معاه، وإلا ما كانش ديالو ما ديال حتى شي واحد. وهنا بحال ليستواغ اللي كنتو سمعتو ريسامون ديال هذاك المصري اللي قتل ليكس ديالو، ليكس امي ديالو، وقتل لامي ديالو غير حيت ما بقاوش باغينو، يعني سوا معايا سوا ضدي. هنا هاد الافعال اللي كنشوفو ديما كيجيو على ديفيرونت مانيير. بحال دابا كيكون واحد من الناحيه الاجتماعيه بزاف ديال الناس كيعرفوا بان الحب هو ملكيه، يعني كنبغيك انت ديالي، يعني شريكك ولا شريك اي واحد، شريك هذا الشخص هذا كيبقى ديالو بوحدو. واي خيانه بالنسبه ليه هو كتمثل تهديد مباشر للهويه ديالو، واللي كيزيد ردود الفعل العنيف وكيخليه او ميم طون كيتحكم في هذيك العلاقه. يعني انت ما غتشوفي حتى شي واحد اخر، او انت ما غتشوف حتى شي واحده اخرى، انت ديالي، الملك الخاص. وهنا كاين مشكل اخر، لان يقدروا يكونوا عاوتاني ضغوطات اجتماعيه، بحال المفهوم ديال الشرف. الشرف هو اللي كيخلي الناس مستعدين باش يديروا
تصرفات غير عاديه وكيكونوا عنيفه بعض الاحيان، غير باش يحافظوا على الصوره ديالهم وسط المجتمع. وهنا كنرجعوا للمجتمع، لان التربيه والتنشئه فين عاش الانسان هما بعض الاحيان حتى هما كيخليوه يقوم بهذه الافعال هادو. حيت كاين الناس اللي كيتزادوا في بيئه عنيفه وعندهم مشاكل نفسيه وعندهم مشاكل في التواصل العاطفي، ويمكن يكونوا اكثر عرضه لهذه المساله هذه، وياخذوا قرارات خطيره فاش كيكونوا في هذا الموقف، ويتحركوا بالعواطف ديالهم. ما كيتحركوش بالعقل ديالهم، كيتحركوا بالعواطف ديالهم، وكيقدروا يتفرقعوا كما كنقولوا. هنا عاوتاني كاين الانسان باش يحافظ على هذه المساله هذه، كاين طرق متعدده. كاين مثلا تعلم، ياك، تعلم الطريقه الصحيحه للتعبير على ديال العاطفه ديالك. لان الطريقه الصحيحه، وكما كتعرفوا بان اي مشكل يقدر يتحل غير بالحوار، بلا ما تنوضها وتنيرفا وتغوت ولا تضرب ولا تدوز لذاك الفعل الجرمي ولا دير شي حاجه خايبه. لان اي مشكل الدواء ديالو هو الحوار. وعاود كاين القضيه الاخرى ديال بزاف الناس ما كيديروهاش، وخاصه الانسان خاصو يعرف بان هناك انفصال في العواطف، واللي كنسميوه حنا الانفصال العاطفي الصحي. لان كما كتعرفوا بان اي غولاسيون، اي علاقه ما بين واحد السيد وواحد السيده هو اختيار اولا، ماشي الحب خاصو يكون ملكيه ديال الانسان، هو اختيار. الى هاد الناس ما اتفقوش يحبسوا العلاقه ديالهم، لان كل ما كتزيد في اون ريلاسيون توكسيك كل ما الانسان يقدر يولي في مشكل كبير، وما يكونش متوقع انه يطيح في هذا المشكل هذا، لانه بالنسبه ليه هو راه كيبقى ملك ديالو. والمشكل الاخر اللي عندنا في المجتمع ديالنا وبزاف الناس ما كيبغيوش هو طلب المساعده من عند المختصين. لان فاش كطيح في هذا المشكل بحال هذا ممكن ما فيها حتى شي عيب انك تطلب يد مساعده من عند المختصين. حيت فاش كيكون الحب المفرط والغيره راه كيولي ادمان، والادمان عنده الدواء ديالو، والانسان يقدر يخرج عن السيطره الكامله ويطيح في واحد النتائج مأساويه. فهمتوا؟ ودابا قولوا لي، نتوما كتبغيو شي واحد مفرط